ولاول مره مبكبكه جمبري. طبعا ده بالنسبه لي انا اول ما الاقي مستوى السقسقه بالشكل ده انا اشتريت. يعني كيفه البوري المقفول هيستطعموا جدا القطمه دي. شكمكية المجوهرات يا اخوانا. تعالى يا احمد، كده انتوا عرفتوا انا فين. قشطه وشارب قشطه وخلاص. قول لي فهمت الكلام. قول لي دي ايه وبتتعمل همام. ازاي؟ ده ما شاء الله تبارك همور. الله، لحم ابيض شفاف شمعدان جامد خالص خالص خالص. بتتعمل ازاي؟ قطع طرنشات جزل في الزيت تاكل لوز. طرنشات ايه؟ طرنشات بالطول كده؟ بص يا فندم، ممكن نشيل نفتح سنجاري كده ونشق جنب كده وجنب كده هلا. ونطلع الجلده وتطلع فيليه. وياكلها كام بني ادم؟ قطع طرنشات بسم الله ما شاء الله، يا دوبك تقضيك يا فندم. صح كده؟ والله انا بقول كده عشان انت اكيد. خليني بس اقول المعلومه احنا بهيج ان شاء الله هيفتح فرع السعوديه يوم 6 اكتوبر اللي جاي. فرع بهيج في السعوديه في جده في شارع فلسطين. شارع فلسطين في جده، واللي افتح يوم 6 اكتوبر اللي جاي ان شاء الله بخير وهنكون في انتظاركم هناك. فهمتوا الكلام؟ يلا. خلاص يلا على السفره. مش لازم علشان تاكل اكله سمك حلوه تدفع فلوس كتير. ده الشعار اللي رفعه بهيج التجمع الخامس. هوريكوا 4 أو 5 اصناف هيبقوا لطاف جدا. اولا اللي قدام حضراتكم دي حاجه اسمها روميو جولييت. ده ايه بقى؟ تعالى يا احمد. تسلم. دي الصلصه؟ ايوه جدا هو ده. تعالى يا احمد. دي ايه بقى؟ دي حاجه انا اول مره اشوفها. الاول طبقه رز. بص هي فتت جمبري، يعني فتت سي فود. طبقه رز وبعد كده جبنه وداخله الفرن وبعد كده جمبري وملفوفه اللفه اللطيفه بقى بتاعت ايه؟ بلح البحر. بسم الله. شايفين اللي حصل في الانسجه بتاعت الجمبري ده لما بيحصل جوه البق بقى. ها الجمبري فريد في عضته. طيب الحاجه الثانيه دي مبكبكه. دي روميو وجولييت. دي ثمنها 250 جنيه. يعني هات يا كل روميو هات جولييت وتعالى اللي هي مراتك يعني. طيب دي ايه بقى دي؟ ولاول مره مبكبكه جمبري. انا طبعا عشان بقى لها مثلا 5 دقايق محطوطه ولا 10 دقايق فشربت سنه كده من الصلصه، فرحت قلت لهم ادوني والنبي صلصه زياده عشان نبقى سقسق الايه؟ السقسيق. ما دام قلنا مبكبكه يبقى لازم القوام يبقى عامل كده. بص 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 بص، شايف القوام ده؟ يعني ما دام كلمه مبكبكه دي اتقالت يبقى لازم المكرونه تبقى ايه؟ غرقانه صلصه كده. يعني ايه بالمناسبه يعني ايه مبكبكه؟ هل هي دي مكرونه بالجمبري؟ اوبا. طيب هل دي مكرونه بالجمبري؟ لا دي مبكبكه جمبري. يعني ايه مبكبكه جمبري؟ نطقها رخم قوي. دي كيلو فيها كيلو مكرونه على كيلو جمبري. حلو كده؟ كيس المكرونه او كيسين او معرفش يعني لما اتفتح ونزل في الميه، هو ما نزلش في ميه، ما اتسلقش في ميه، اتسلق في شوربه السي فود. وبالمناسبه هنا اي حد ما بيقعد في بهيج بيجي له شوربه السي فود دي، يعني كومبليمون كده. فهو سلقوا المكرونه في شوربه السي فود. خلاص كده عرفنا طعم المكرونه بقى عامل ازاي. تعال. فدي اسمها مبكبكه سي فود مش مكرونه سي فود. دي تمنها انت ما تقولش عليها انا تقريبا يعني. دي تمنها بقى كام؟ احنا قلنا دي 450 يا شباب. ها دي تمنها 450 جنيه تكفي مثلا نقول 3 4 افراد. بصوا ده كونسبت هنا عند بهيج، ان انت تقدر تاكل سي فود بمستوى لطيف جدا، بس مش لازم القعده تبقى واو ومش لازم يبقى السعر واو. طيب احنا في استاكوزا. تعالى يا دوله، تعالى يا حبيبي يا دوله. الراجل ده انا بحبه جدا. اتفضل يا دوله. حبيبي يا دوله، ازيك عامل ايه؟ احنا فينا قميص من بعض. لا يعني والله على فكره انا كنت هغير ده والله، بس لما لقيتك لابس كده وبعدين بجد انت جمهورك جميل بجد حبيبي، ربنا يبارك فيك. ايه بقى يا جماعه؟ معموله ما شاء الله بتر فلاي بجد. تعالى بتقنيه عاليه جدا. كل ده لحمها. استنى، انت مش مخلينها عملت ايه في اللحمه؟ ما تعبش العميل.
طبعا اللحمه خرجناها بره خالص. طب ادوق ولا ايه؟ اتفضل. يعني انت ممكن تشرح، انا ما اه. عنديش مشكله. اتفضل. كمل كمل. ها. المهم ان اللقمه بتاعتها بتطلع من قلبها البروتين يعني، وبتتقطع وبتنزل في الطاسه، بتتعمل بطريقه خاصه كده من بهيج ملك الفسفور العجيب والخلاص. انت حبيبي والله. طيب حطها هنا وتعالى اسالك على دي. دي دي الاول سعرها كام الصينيه دي؟ طير انت. اسمها طير انت؟ طير انت. ماشي. فيها 4 سمكات بلطي كبيره. دي تعمل لها نص كيلو تقريبا لوحدها. يعني دول 2 كيلو بلطي. حلو كده. دي معموله دي زيت وليمون. زيت هي عامله نفسها صح كده؟ دنيس عشان حلوه خالص. ماشي، متشبهه بالدنيس. ماشي. وجمبري قد ايه؟ جمبري كبير ما شاء الله 6 حبات كبار. ماشي. مع وكابوريا. ما شاء الله تقريبا نص كيلو كابوريا. دي كابوريا؟ نباتي بلدي. ايوه بقى. ايوه بقى. ومعاها الجندوفلي بقى ماشي. الفسفور كله. ماشي. ومعاها البلح يا بلمبح القشطه اللي شارب قشطه بجد الكلام. بلح يا ايه؟ يا بلمبح. دي تمنها كام يا دوله؟ دي 520 جنيه. طيب دي تكفي معاها لا بسم الله ما شاء الله ممكن 4 5 رز. ينفعوا. معاها 4 رز بسم الله ومعاها الرحمن السلطات. معاها 1 رز. سوري مش السلطات، سوري الرز. الرز والشوربه. الشوربه الحمراء طيب بتاعت الجمبري. تسلم ايدك يا دوله. 100 100. وده كمان. طيب اللي بعده ايه؟ اللي بعده البرنس ده. ده اللي بقى بعد ده ايه ده بقى اللي خطير حصل؟ أوي. دي بطارخ دي بطارخ معموله كريسبي على الجريل. نزلت بالزبدة على والخلاص. الجريل. وما مع بحطهاش الزبده. كلفة كتير. وهي الزبده بقى تحميشه الزبده هي اللي عملت ده يا جماعه. التحميشه دي كده. طب نفتح البطارخايه. ممكن نعمل كده كمان امعانا يعني في الحركات اهو كده اهو، لانها لازم تتشاف من جوه الحقيقه. طريه وناعمه بجد. ايوه بقى معمولة كلها بطريقة حنيه. حلوة. تستاهل حلو معموله بطريقه كويسه. وما فيهاش على فكره نسبه الزفاره موجوده جوه البطروخ، بس عندنا الحمد لله بنعرف ازاي نخرج البطروخ من الزفاره من قلب البطروخ من غير ما نجرح تسلم ايدك. الهنا والشفا. بهيج عندهم اختراع الساندوتش ده. انا عايز اقول لكم، انا اول ما جيت طلبنا منه وقعدنا ناكل منه. ده ساندوتش ايه بقى؟ انتوا عارفين ان الجمبري بيتعمل باتر فلاي، الجمبري الكبير اللي هو الجامبو ده بيتعمل في باتر فلاي. ده ساندوتش جمبري صغير معمول بصوص الباتر فلاي. والعيش، بص العيش اللي هو بيسموه مش فاكر العجينه دي اسمها ايه، عيش طري خالص اللي هو يكاد يكون مش خالص 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 زي عدوله كده بس. فده ساندوتش الحقيقه يعني في وسط اللي احنا فيه ده، لا ده عامل حاله حلوه قوي قوي قوي. والله سفاله. هقول لكم ليه، يلا بقول لكم ليه. بص يا عم، اولا العيش هش قوي خلاص. ثانيا الجمبري فريش فناشف يعني، وانت بتعضه هو يا دوبك خد على السوا على الجريل كلام فارغ يعني، فبتبقى عضته قرشته قرشه عاليه مع صوص البتر فلاي. هو انت اصلا الجمبري الجامبو الكبير جدا ده لما بيتعمل صوص البتر فلاي بيبقى ابن لذينه. معانا بقى في الاجرام عملوا ايه؟ اهي عملوا دي ايه ده بقى؟ تعالى بقى تعالى. عملوا ايه؟ شفت اللي انا بحكيه لكم في الساندوتش ده؟ عملوه على الرز. طبعا ده بالنسبه لي انا اول ما الاقي مستوى السقسقه بالشكل ده انا اشتريت يعني. ده اللي انا بعد ما نقفل هكمله. والله يا ابني بالقوي، والله بالقوي. ده اللي بعد اللي هو ايه؟ احنا فين طيب؟ لسه في صورة تانية؟ قلنا فين الاول؟ حاضر. احنا فين؟ احنا في التجمع الخامس، الحي التاني، مول جاردينيا، صح؟ اي خدمة اي خدمة. عند بهيج. يلا على الصفحة اللي بعدها. اوبس يلا. انا عاجبني الاواني اللي هم بيستخدموها. بص هو حتى بص الناس هنا عايزين يشبعوك يعني. مع كل طبق من الاطباق دي بتنزل لك حله الرز دي، فهم لا يعني هم واخدين بالهم من الغلابه اللي زي حالتنا يعني. دي ايه بقى؟ دي جمبري. ايه اللي حصل فيه؟ نزل على الجريل في زبده طبعا،
وملح وبتاع وفلفل الوان وطماطم وبتاع، وبقى يعني ايه، ومع الصوص انا بقى عشان شويه الخلطه دي انا ما ينفعش غير اني اعمل كده احتراما لشويه الخلطه اللي تعب فيهم الشيف. انا لازم اعمل كده. ليه بقى؟ لان هنا في عظمه، هنا في ايه، عظمه. ها، وتروح جاي بقى الجمبريه، ما انت هتاكل الجمبريه لوحدها. لازم نعمل كده، نحترم اللي الشيف عمله. بس هذا المطلوب. ايه دي بقى؟ ايه ده؟ طيب بص، خد دي تعالى. لا قرب. اعوذ بالله. لا انا كان عايزك تيجي من الناحيه دي. بص اهي. طيب دي ايه بقى؟ دي عروسايه. هو قال عروس؟ انا ناسي يا جماعه. دي عروس دي صح؟ دولا راح يجيب لي حاجه. دي عروس بالوايت صوص والكريمه. بصوا، في حاجه لازم تتعمل كده اهو. اوبا. طبعا هنا في بطاطس. خليني اقول لكم بقى كل اللي هنا. بطاطس بالوايت صوص والكريمه. طبعا الوش ده شيء عظيم جدا. بسم الله. هما هنا ايه، في الشعبي اللطيف، فاحنا ممكن هنروح عاملين كده اهو. ايوه بقى البطاطسايه. بس هذا وبالله التوفيق. طب يا هوقع صح؟ هوقع. خد الاطباق من جنب ابن اللذين. هوقع. انا في الحته التانيه خالص. طب اقول لكم على حاجه. هات باكت اللي هي اللي فيه الشوكه والمعلقه والسكينه. كفره. في هنا دماغ من اول استخدام الالوان. بص الباكينج عامل ازاي. تسلم ايدك يا دولا. ده كونو صح؟ مش دي اللي هي استخدام الالوان. بالمناسبه لو تلاحظوا هم مستخدمين برتقانيات مش ازرقات، لان هم رايحين ناحيه الفاست فود السمك، يعني فاست سي فود. فلا حلو الحقيقه، وهتلاقوا الاسعار مميزه جدا هنا. حبيب قلبي، ده حبيب قلبي ده بولتي مقلي. بص حتى بص القرمشه. اسمع مش عارف اسمعها ولا لا. لا والله. يبقى احطها في المونتاج. اوبا، لا في حاجه والله العظيم في البلطيايه. لا تعالى. بص، شايفين النشفان اللي بره ده؟ بص شايف النشفان ده؟ ها لما تحط تدخل ايدك وتلاقي جوه ايدك غاصت في حته اللحمه. بص بقى، حته اللحمه غاصت في حته اللحمه البيضه المفصصه. بص والله. بس اللي هيحصل حالا ده بقى عباره عن ايه؟ الجلد المقرمش على اللحمه اللي هي الجميله. بس هنا في حلقه، احنا عاملين حلقه حلوه قوي في السمك. السلام عليكم. سامعين القرطه؟ ده لازم يتاكل معاه رز الصياديه اللي بنعمله في البيت. ده بالمناسبه رز ساده ما فيهوش جمبري يعني. هنا في كونسبت ان انت خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. اخر حاجه ايه؟ تعالى، هو ده ايه؟ ده رز، ده بوري. بالمناسبه دي شوربه سي فود، يعني هاخد منها بق. دول انا سعيد بالاواني دي، بالحلل دي، والمصحف الشريف. انا بحبها جدا. كميات كتير. شهيه. لا غير كده، لا قصدي شكلها شهي. دي بوري مقفوله. ليه مقفول؟ ده مشوي رده طبعا. ليه مقفول؟ طب يلا يا دولا قول لنا، لما تبقى البوريايه مقفوله ايه اللي بيحصل؟ لو السمكيه فتحت بطنها او اتجرحت زي الزيت والليمون، لازم ينزل منها جزء من الفيتامينز بتاعها، بيضيع خالص. ايوه. فكده طب وهي مقفوله محافظه على خيرها ايه؟ كله فيها. وبعدين انا هلعب هنا وهسحب. ايوه. اكل دول. ده ايه؟ دي اسمها ايه يا دولا؟ يلا دي بالمره. دي القناصه والكبد ودي الكبد. الاثنين بيتاكلوا يا دولا. طعم تستهم مش معسل قوي ولا حاجه، بس فايدتهم طيب. ايه؟ ده بيترمي لا، يا دولا ده صح؟ بيترمي. دي المصارين. دي بتترمي. صح؟ تمام.
وفي هنا بقى دهون. ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ السمن بتاع البوري، دي السمنه ده السمن بتاعه بتاع البوري، البوري، عشان كده صح؟ اللحم واخد منها. ايوه، فلما بتتشوي وهي مقفوله تيست تقل تستاهل. طعم. ايوه الله، وهي مقفوله تزيد تستاهل، مش تقل وهي تستاهل. مفتوحه بتقل وهي مفتوحه تقل تستاهل. مظبوط. دي بقى حته اللحمه اللي هي محتفظه بالتيست وبالدهون، فبقت دهونها فيها مع اوريدي الدهون. هي دهون دي اسمها الدهون، ملهاش اسم تاني، هي دهون بس يعني. ماده ماشي. دهنيه بتساعد على بنيان الجسم مع وحركة ال الطفولة. مع القناصه والكبده، بس كيفه البوري المقفول هيستطعموا جدا القطمه دي. بسم الله. حلو بصراحه، حلو ومفيد. ده مش سمك يعني، اللي نزل بقي ده مش سمك، ده حاجه كده حلويات. والمصحف كنت اقولها والله، حلويات السمك او المصحف، والله العظيم استخدم المصطلح ده، دي حلويات السمك. انا سعيد انا سعيد وبوقع على نفسي. ايه؟ انا سعيد اقسم بالله. انا سعيد اقسم بالله. طب ده فيليه بقى مقلي يعني، ما اظنش يعني هيبقى. ده بلدي بقى، مش مستورد. ده قشر بياض، لا بولتي بلدي. بولتي بلدي. آه. ماشي. وده في بتاع نروح نلحوسه في اي حاجه. تعالى، مش عارف بيبقى في حاجات بحس انها بس دي جنان ودي جنان. طيب بهيج، بقول لك ايه، هو اسم بهيج ده ايه مصدره او ايه ده اسم خفيف وسهل جدا، بس على في حاجه بقى، ها؟ على نواياكم. طيب خلاص خلاص. طيب بهيج احنا فين؟ اولا فعلا في هنا دماغ، انا من ساعه ما المطعم ده اتعمل في هنا دماغ حلوه، من اول الواجهه للاسم للالوان حتى فكره ان هو يبقى بيخاطب ايه اللي عايز ياكل سمك وسي فود، بس مش لازم يعني يتعور تعويره جامده يعني، لطريقه التقديم نفسها. دي دماغ يا جماعه، هو عامل الكونسبت ده. احنا فين؟ احنا في التجمع الخامس، الحي الثاني، جاردينيا مول. بس كده بهيج. اهم حاجه هنا ايه؟ ان فعلا اللي انت بتاخده مقابل السعر لا متميز فعلا. كان معاكم مصطفى محمود وماذا جنجي. انا بس الساندوتش البتر فلاي يعني، عايز ساندوتش بعد ما نقفل يعني، ادوني واحد بس. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.